كده تمام. مم. احنا هنبدأ أول محاضرة في الكورس هنتكلم عن السوفت وير والهارد وير. دول يعتبر أساس الكمبيوتر، من غيرهم لو حاجة نقصت أو حاجة حصل فيها مشكلة مش هيشتغل. تمام، هنبدأ بالهارد وير. يعني هنبدأ بالهارد وير. يعني إيه هارد وير؟ هارد وير القطع اللي أنت تقدر تلمسها وتقدر تشوفها بإيدك بعينيك. يعني مثلا أنا قاعد دلوقتي قدامي شاشة وقدامي ماوس قدامي موبايل، دي حاجات انا شايفها واقدر امسكها بايدي، صح ولا لا؟ صح. هي دي الحاجات اللي اسمها هاردوير. زي الصوره اللي انتوا شايفينه قدامكم، معلش بس يا شايفين؟ استاذ محمد هقطعك ثواني. اتفضل. احنا يا ريت بس يا شباب نتفاعل عشان يعني هندي شهادات على الاساس اللي كان بيتفاعل معانا واللي ما كانش بيغيب والكلام ده كله، فيا ريت نتفاعل الله، يعني كله ياخد ان شاء الله شهادات. ماشي. لو جينا هنا مثلا الصوره اللي على اليمين دي، طب يا ريت اللي المايك عنده معلق يقفل الصوت بس ثانيه. شباب كله يا ريت يقفل المايك، واللي عنده اي سؤال علامة الإذاعة عندي تحت اللي هي علامة الإيد دي يدوس عليها ويكتب في الشات عشان بس الصوت ما يترددش. تمام، عندنا مثلا الصوره اللي على اليمين دي اللي انا بشاور عليها بالماوس دي اسمها ماذر بورد. ماذر بورد يعني اللوحه الام. اللوحه الام دي بيتحط فيها كل القطع اللي بتشغل الجهاز. مثلا الثلاث بنوك دول اسمهم بنوك رامات، ده اللي بيتحط فيها الرامات بتاعت الجهاز. عندنا مثلا المربع ده اللي بيتحط فيه المعالج بتاع السي بي يو. عندنا هنا ده اللي بيتحط فيها كارت الشاشة عشان الجرافيكس يبقى أحلى. ده شكل من شكل كروت الشاشة. مثلا المعالج سي بي يو، والرامات بيبقى اسمها رام. والسي بي يو بيتقال عليه عقل الجهاز. ليه؟ لأن هو اللي بيفكر، هو اللي بياخد الأوامر منك وينفذها، هو اللي بيعالج البيانات. فالسي بي يو عندنا بنقول عليه عقل الجهاز. تمام. عندنا بقى هاردوير بس بيكون بره الكيسة، يعني القطعة دي بتتحط جوه الكيسة. عندنا أجهزة فرعية بيتحط، بتبقى سوفت وير زي السماعات، زي الماوس، زي الكيبورد. تمام لحد هنا؟ زي مثلا الكام. تمام لحد هنا؟ ماشي. تعالوا نتعمق أكتر بقى. أول حاجة المعالج. زي ما انتم شايفين ده بيكون شكل المعالج. هو بيكون ليه كذا بنة أو كذا سن كده بيركب في المذر بورد عشان المذر بورد تتعرف عليه. ده اسمه مخ الكمبيوتر أو عقله، لأن هو بياخد البيانات ويعالجها ويطلع لك الأوتبوت اللي أنت عايزه في الآخر. نيجي على الصورة التانية اللي على الشمال، دي هي رامات. دي برضه تعتبر هي ليها دور كبير قوي في تسريع الكمبيوتر وتشغيله بشكل أحسن وتديك ناتج أحسن. هنيجي الهارد درايف. مثلا ده شكل الهارد درايف اللي هو تعتبر مساحة الكمبيوتر، المكان اللي انت بتخزن فيه بياناتك، اللي بتخزن فيه برامج، اللي بتخزن فيه ألعابك. في منه نوعين، في نوع اسمه HDD ونوع اسمه SSD. ال HDD يعتبر حل قديم أو حل بطيء. هو قديم قوي وبيبقى سامعك يا ريت الصورة ليه ثانية. ده بيكون شكله، شايفين ثانية، شايفين الدورية دي زي اسطوانة كده بيكون متخزن فيها البيانات. والريدر ده بيكون فيه يا شباب نقفل المايك يا شباب. وده الريدر بيكون فيه سنة هنا أو راس هنا بتقعد تلف حوالين اسمها الاسطوانة دي عشان تجيب البيانات. فالحل ده بيبقى بطيء نوعا ما، إن هي بتقعد تلف وكمان هو ميكانيكي، يعني ممكن أقل خبطة تأثر فيه.
يعني اتخبط منك خبطة صغيرة كل بياناتك هتضيع، مش هتعرف ترجع لها تاني. انما الاس اس دي ده بيكون زي ماذر بورد كده، جواه ماذر بورد متخزن فيها البيانات زي اللي انتوا شايفينه ده بيبقى بلاستيك مقفول، ما فيهوش حديده، مش تقيل. بس الفرق ما بينهم ان ال HDD ده بيكون في مساحات منه اكتر، ممكن توصل ل2 و3 و4 كده، وبيكون رخيص في السعر. انما الاس اس دي ده ممكن ما تلاقيش منه مساحات كتيره كبيره، حتى لو لقيت هتكون غاليه قوي. تمام، هو ده الفرق ما بين الاثنين. نرجع بقى تاني، فدول اللي بيتخزن فيهم البيانات. وكل برضه ما زاد مساحتهم بتزيد السرعه معاك، زي الرامات، كل ما زودت رامات السرعه زادت معاك. الصوره التانية اللي على الشمال دي ده اسمه بطاقه الرسوميات او كارت الشاشه او جي بي يو. جي بي يو اختصار لجرافيك بروسيسنج يونت. يعني ايه؟ يعني معالجه رسوميات، معالجه وحده الرسوميات. ده اللي بيعالج الصور اللي بتطلع لك على الشاشه ويطلعها لك بشكل احسن، يطلعها لك بسمات اكتر وكده. وكل برضه ما امكانياته كبرت هيساعدك في الالعاب مثلا، في التصميم، في الجرافيك والشغل ده. تمام لحد هنا ولا ايه؟ نكتب في الشات عشان اطمن عليكم. ماشي يا احمد، كتبت. تمام ولا ايه؟ تمام. يا ريت بس أستاذ محمد تعيد آخر حتة دي تاني عشان المايك عندك كان قاطع. انهي اخر حته بتاعت جي بي يو ولا قبلها؟ الشاشة، لا بتاع كارت الشاشة. تمام، الصوت كده واقفل حلو. النوتيفيكيشن عندك في التليفون بس عشان بتردد. حلو كده الصوت. اه تمام كمل. تمام، قلنا بطاقة الرسوميات أو كارت الشاشة ده اختصارها جي بي يو. يعني إيه جي بي يو أو الاختصار بتاعها إيه؟ جرافيك بروسيسنج يونت، يعني وحدة معالجة رسوميات. قلنا برضو إن هي كل ما إمكانياتها زادت الصور اللي هتطلع لك أحسن، هتطلع لك بألوان أحلى، ببكسل أكتر. برضو ده بيعتمد على الشاشة، بس برضو كارت الشاشة. الصوت. كارت الشاشة برضه بيبقى ليه عامل كبير إن هو يساعدك كمان بيخفف حمل كبير من على المعالج. في معالجات بيكون جاي معاها كارت شاشة مدمج أو جي بي يو مدمج. فأنت لو ما عندكش مثلا جي بي يو خارجي أو غير اللي كارت الشاشة، هيبقى محمل على الجي بي يو. يعني الجي بي يو يبقى بيعمل شغلته اللي هو معالجة البيانات، وياخد منك الأوامر ويطلعها لك في اللي أنت عايزه. بعد كده انت كمان لو مش جايب كارت شاشه فبتحمل عليه، لان هو بتستخدم الجي بي يو بتاعه الداخلي. يعني انت بتستخدمه كجي بي يو وكجي بي يو، بس طبعا الكارت الشاشه الداخلي مش بيبقى زي الجي بي يو الخارجي. تمام كده. تمام ولا ايه؟ فاهمة؟ تمام يا ماشي. محمد فاهمة؟ تمام. فاهمة؟ ماشي، ثانيه. أنا شايفين كده؟ شايفين كده ولا ايه؟ ايوه كده شايفين، بس انت كده فاتح جوجل. اه، عايز بس اجيب لهم صور لكل حاجه. تمام. دلوقتي احنا عرفنا ايه السوفت وير، ويعني ايه القطع الاساسيه. عايزين برضو اقول لكم حته مهمه.
ماشي كده سامعني؟ الصوت حلو ولا ايه؟ ايوه شغال. ماشي، دي المذر بورد زي ما قلنا في الأول. شايفين المربع ده؟ المربع ده هو اللي بيتحط فيه السي بي يو. السي بي يو اللي هو عايز اوريكم شكله برضه، ده شكل السي بي يو. ده بيبقى عبارة عن مربع كده، من ورا بيبقى ليه سنون بتدخل هنا في المذر بورد، تتوصل بالجهاز. السي بي يو بيشتغل ازاي؟ بيبقى ليه عدد من الكورز او الانويه دي كل ما زادت كل ما امكانيات الجهاز عندك بقت احسن. يعني مثلا عندك ده المعالج ده من شركه انتل. بالمناسبه الشركات اللي بتعمل المعالجات هم شركتين لحد دلوقتي، يعني انتل واي ام دي. عندنا في انتل مثلا ده انتل كور اي 5 الجيل ال 14 600 كي. لو جينا مثلا هنا اي 5 14 600 كي عشان نشوف كل امكانياته، هتخش هنا هتلاقيه كاتب لك مثلا ايه عدد الكوز بتوعه، ايه عدد السريب بتوعه. الكوز كل ما زاد كل ما بقى احسن. عندك مثلا ممكن يبقى 16 كور، 8 كور، في 6 كور. كل ما الكور ده زاد عندك بقى امكانياته احسن. كانك يعني مثلا 6 كور مثلا ممكن نقول عليه ان هو عنده 6 عقول. مثلا 16 كور نقول مثلا ان هو عنده 16 عقل. ودي تعتبر مش امكانيات كبيره، لان دلوقتي الاجهزه بتبقى محتاجه اكتر من كده بكتير. ماشي كده خلصنا المعالج. عندنا دول الاربع بنوك دول، ده اسمه بنك رام. ده اللي بيتحط فيه رامات، اللي ده بيكون شكلها تبقى برضه فيها سيون من هنا، تخش في المذر بورد من هنا تتوصل. الرامات برضه كل ما زادت كل ما بقت احسن. ورامات بقى في شركات كتير قوي بتعمل رامات، يعني مفيش شركات معينه. تمام. هنيجي هنا ده مدخل كارت الشاشه. لو جينا نشوف كارت الشاشه، هو ده بيكون فيه برضه زي سنون من تحت كده اهي. هي دي برضه بتخش في المذر بورد من هنا، والمخارج بتاعته أو الحاجات اللي انت بتدخل فيها الوصلات بتاعتك بتبقى طالعه من هنا من المذر بورد، عشان تعرف توصل فيها الفيش لو توصل فيها الشاشه وكده. ده مثلا الكارت ده من ثواني يا محمد جيفورس. معلش، اتفضل. برضه عندها سؤال بتقول هو اسمه ايه، بس احنا عايزين بس نفهم هي قصدها ايه عشان نجاوب عليها. فين يا هو؟ ريت ترد علينا حتى لو في الشات. ايه هو اللي اسمه ياض؟ اللي عنده سؤال طيب يقوله. الجزء اللي هي ردت فيه يا محمد بيقول لك سنون. الجزء اللي فيه سنون اللي بعد المعالج. تمام، هو ده. هو ده. مش ده محمد اللي هو كان مكتوب عليه انتل، اللي هو كان مكتوب عليه كور؟ ايوه. مستني تكتب في الشات هو ده ولا؟ هو ده. ماشي نادي. الجزء ده او القطعه دي اسمها الرام. الرام دي طبعا كلها اللي داخل بيبقى كلنا معانا موبايلات، برضه الموبايل بيكون فيه رامات. طبعا مثلا وانت بتروح تشتري موبايل بتسال ده رامات كام، مساحه تخزين كام كده. اول حاجه بنسال عليها الرامات دي. كل ما بتزيد كل ما بيبقى يعني مثلا عندنا دي رامات دي دي ار 4. احنا عندنا 3 انواع: دي دي ار 3، دي دي ار 4، دي دي ار 5. وكمان بدأ يظهر مش في الرامات، بدأ يظهر مثلا في كروت الشاشة حاجة جديدة اسمها دي دي ار 6. وإن شاء الله دي ممكن نلاقيها في الرامات بعدين. الرامات دي بتكون بتساعد المعالج إن هو يبقى أسرع، بتساعد الجهاز إن هو يبقى أسرع معاك وما يعلقش. مثلا تيجي تفتح برنامج برامات 8 مثلا وغير ما تفتح برامات 2 هتلاقي في فرق الصوت. يا ريت يا جدعان تفهموك فين. تمام. عندنا السنون دي يعني مثلا هتلاقي مثلا الحتة اليمين دي أصغر من الحتة الشمال. ليه؟ الشاشة سوداء. مين اللي بيقول الشاشة سوداء؟ هو انت الشاشة مش سوداء يا جدعان، احنا كلنا شايفين. طب انا قلت لك جرب كده تخش وتخش تخرج وتخش تاني.